صحة الكل للجميع. هذا هو شعار اليوم، وهناك 8 خطوات بسيطة للوقاية من أمراض الكل. أولاً، التحكم في السكر. إذا كنت مصاب بالسكري، لازم تتحكم في مستوى السكر عندك. ثانياً، التحكم في ضغط الدم. إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، لازم تتحكم في ضغطك. ثالثاً، التحكم في النظام الغذائي. إذا عندك أي عوامل خطورة لأمراض الكلى مثل السكري أو الضغط، لازم تنتبه لنظامك الغذائي. رابعاً، تجنب التدخين. إذا كنت مدخن، لازم تقلع عن التدخين عشان تحمي كليتك. خامساً، أسلوب حياة صحي. هذا شيء مهم جداً جداً. لازم يكون عندك أسلوب حياة صحي، والنظام الغذائي والرياضة مهمين جداً لهذا الشيء. سادساً، تجنب تناول الأدوية التي تباع بدون وصفة طبية في الصيدلية. مثلاً، لا تأخذ مسكنات الألم، هذا ممكن يضر كليتك. سابعاً، إذا عندك أي مشاكل زي السكر أو الضغط، لازم تعمل فحوصات منتظمة وتراجع طبيبك. وأخيراً، النقطة الثامنة وهي مهمة جداً جداً، اشرب كمية كافية من الماء. يعني من 2.5 إلى 3 لتر ماء ضروري للحفاظ على صحة الكل. شكراً لكم.